بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض بسبوسة الأكياس، وإزاي تطلع معاكي متماسكة وطرية في نفس الوقت. تابعينا لآخر الفيديو علشان تعرفي كل أسرار نجاح البسبوسة. البسبوسة اللي معانا متماسكة وجميلة. هنعمل الشربات. معايا 1.5 كوباية من السكر، وكوبايتين من المية، علشان عايزة شربات البسبوسة يكون خفيف. وعند ما يغلو بنضيف عصير ليمونة، وبنشيل الريم اللي بيطلع علشان الشربات يكون نضيف، وبنسيبهم يغلوا 10 دقايق، وبكده يكون الشربات جهز معانا. بنطفي على الشربات، ومعايا نص معلقة من السمنة البلدي وكيس فانيليا، بنضيفهم على الشربات. هنجهز عجينة البسبوسة. معايا معلقتين من السمنة البلدي بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا علبة من الزبادي. بنقلب السمنة مع الزبادي كويس جدا لحد ما نحصل على قوام كريمي. الخطوة دي مهمة جدا لنجاح البسبوسة. وهنا جهزت الصينية ودهنتها بالسمنة، وبنقلب الزبادي مع السمنة كويس جدا لحد ما نحصل على قوام كريمي بالشكل ده. معايا هنا نص كوباية من المية، وممكن نحتاج مية اكتر. بضيف كيس البسبوسة اللي معايا وبقلبه مع الزبادي والسمنة، وبنضيف نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبقلب المكونات مع بعضها كويس جدا. بضيف نص كوباية المية، واستخدمنا نص كوباية مية كمان. ما استخدمناش المية كلها، بقت معانا حبة من المية، يعني ضفنا حوالي كوباية الا ربع من المية. بقلب الخليط مع بعضه لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها، ومش بنقلب في البسبوسة كتير، مجرد ما المكونات كلها تختلط مع بعضها. هنصب الخليط اللي معانا في الصينية، وبنوزع البسبوسة على الصينية كلها وبنسويها.
بنخبط الصينية بالشكل ده علشان البسبوسة تتوزع وتكون متساوية في الصينية كلها. نخبطها كويس جدا. وهنا معانا معلقتين من جوز الهند اختياري، بنضيفهم على الصينية من فوق، وبنسيب صينية البسبوسة لحد ما نشغل الفرن وتكون سخنة. والحركة دي مهمة جدا. سميد البسبوسة اللي معانا بيفنش كده في الصينية وبيكون جميل بعد ما بيستوي، بيخلي صينية البسبوسة متماسكة معانا. بندخلها الفرن تكون سخنة، بمجرد ما تستوي من تحت بنشغل الشواية لحد ما تاخد الوش الجميل ده وتاخد اللون الذهبي الجميل. بنسقيها على طول بالشربات. من نجاح البسبوسة انها بتشرب الشربات اللي معانا كله. بنغطيها بصينية علشان تكون طرية وجميلة. هنا البسبوسة شربت الشربات اللي معانا كله. بنسيبها تبرد وبنقطعها، بتكون متماسكة وجميلة وكل قطعة لوحدها. وده كان فيديو النهاردة، وصفة النهاردة. بتمنى تكون عجبتكم. هتمشي على نفس الخطوات هتطلع معاكي بسبوسة ناجحة ومظبوطة بإذن الله. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتتابعوا فيديوهاتنا، واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.